طيب زي ما انتم شايفين احنا ان شاء الله النهارده هنعمل الاختبار وبعد كده نعمل التدريب. هتكلم معاكم بس شويه تعليمات مهمه قوي، ودي برضو مش هتلاقوها غير في هيروز ريسنج سكول. ابسط حاجه واهم حاجه ممكن كتير مننا ما بياخدش بالهم هي قعدتك على الكرسي. قعدتك على الكرسي هي اللي بتظبط الموضوع كله. يعني انا لما بقعد ده كانه كرسي السواق، انا بقعد كده ما بخليش اي حاجه ولا قافله 90 درجه ولا مفروده زياده عن اللزوم. بخلي الدنيا يعني واخد سبيس لنفسي. اهم حاجه كمان ظهري لازم يبقى مفرود، والعربيه اوتوماتيك او مانيوال، بس الاوتوماتيك طبعا اسهل في الكلام ده. في دواسه زياده، الدواسه دي انت بتزنق رجلك فيها وبتكتف ظهرك بحيث ان انت تبقى قاعد مظبوط، بتلف بتعمل اي حاجه معصب والدنيا حلوه. لكن لو انت قاعد جوه العربيه بتلف وبتعمل كده ايديك بتضعف. الفرق شاسع. اللي انا بقوله ده مهم جدا، وده اللي هيساعدك اللي انت تعرف تسوق كويس. زي ما بيقولوا كده، انت لما بتركب خيل بتشوف حد راكب خيل عامل كده ولا عامل كده؟ لا، بيبقى راكب خيل فارد ظهره. فهي نفس الكلام، انا في الشارع ممكن اسوق عامل كده، اسوق بايد واحده براحتك، مع ان ده مش امان يعني، بس يعني دي حاجه انا ماليش دعوه بيها. انا ماليش دعوه بالتراك، لازم ايديك الاثنين على الطاره وايديك الاثنين في نفس مستوى الساعه 2 و10 بنفس الطريقه كده. ولما باجي احود بحود وانا ايديا فوق وايديا ما بتروحش. يعني ايه وانا ايديا فوق؟ يعني مثلا انا ده دي الطاره، فانا بحود ايدي بعدي ايدي من حته لحته وبلف الطاره برده معايا وبزنقها ممكن بصباعي ده وبزنقها كده. يعني دايما ايدي في المركز اللي فوق وبتلف بقى كل ده. يا اما لو هلف زياده فبفوت، يا اما هي اللفه بس كده وكده، ما بلف الزياده. مش واخد على انا الف اللفه كامله، دي ما بتحصلش عندنا خالص. فده مهم، طول ما ايدي فوق احسن. لكن ده قفلت على بعض او اي حاجه حصلت كل ده هيخش في بعض. تمام، ده مهم. وعدتي زي ما انا قلت ثابت. كل ما بكون ثابت كل ما بقدر اظبط نفسي في الكرسي، ما بتحركش بقى مع اي حاجه، وفي نفس الوقت كل حاجه مستريحه. تمام. احنا النهارده مش داخلين تحدي مع بعض خالص، احنا كلنا اغلبنا ناس جديده، كلنا جايين نفهم يعني ايه سباقات، جايين نسوق سواقه حلوه نتبسط منها، نفهم عشان بعد كده نبني للي جاي. مش محتاج ان انت تحقق تايم في الاختبار خالص يعني. لسه في مرحله التدريب هشرح لكم حته التايم دي. هنبتدي هنا الستارت. ده المفروض السلالوم، بطلع من هنا كده بقوم مكمل واقوم واخد دي كده كده واخد دي كده. تمام. كل الناس هتخش تاخدها زي ما انا قلت كده. تمام. بس الاصيع والاحسن اللي انا ما اتزنقش. انا لو دخلت من نص هنا كده فهتزنق في دي. لازم الصح بتاعي اللي انا اخش من الاول هنا كده. لو دخلت من الاول هنا دي هتبقى واسعه معايا، هقدر اخدها براحتي. تمام. ده الفرق. انا داخل على الحاجه بهدي قبل ما اخش عليها، مش بهدي جواها. ولما باجي عند الحته دي بدوس، ما بستناش لغايه ما اخلص هنا، لا بدوس كل ده. ما دام طلعت من هنا بدوس. المفروض ان انا هروح اي حاجه من دول، دي اسمها بوابات، لازم اعدي من وسطها. هشوفها انا اروح من هنا ولا من هنا؟ لا، من الوسط. اخليها في الوسط سهله انا عشان اوفق لك لدي بوابه. تمام. هقوم جاري كل ده، جاري جاري جاري. برضو هوسع لنفسي بحيث ان انا اخش من النص عشان اقدر ان انا اتحكم. اجي هنا كده، لو جيت هنا كده هقدر اخدها كده بسلاسه، كل ده هيبقى سلس معايا. لكن لو جيت هنا اتزنقت هتزنق هنا تاني او هتزنق هنا معايا. ده اللي بيفرق حد عن حد. هاجي هنا واقوم عامل دونتس. يعني ايه دونتس؟ يعني هاجي كده واقوم لافف كده ولافف كده خارج. ده برميل. تمام. البرميل بقى بيتلف ازاي؟ نعتبر ان ده البرميل، معلش هبوظ الحته دي. ده يعتبر ان ده البرميل وانا المفروض هاجي كده. انا باجي انا كل ده بتكلم، الناس مش هتشد هندات، ها، عشان لو حد هيشد هاند ده في التمرين وده ليه ترتيبات تانية. انا كل ده بتكلم ريسنج لاين. يعني ايه؟ يعني انت بتعتمد ان انت تخلي العربيه ماشيه، ما تخليهاش كسر العجل قوي ولا تشد هاند تبطئها عشان تبقى سموز يعني. تمام. هقوم جاي من هنا موسع لنفسي. يعني انا اهو البرميل اهو، لا انا هبقى بعيد عنه. ليه؟ عشان لما اجي الف ابقى قريب هنا كده. وصلت؟ لو انا جيت كده زي ما بعمل في الشارع، اشوف حاجه اقوم لافف عليها او الف من هنا، الاقي نفسي كده بقيت شارع اهو. شفتوا الفرق؟ انت بتعمل كده بالظبط. لما بتشوف الحاجه تلف عليها، لا احنا عندنا في السباقات بشوف الحاجه ببعد عنها. واسع في ضيق في واسع، يا اما على حسب الحاجه، يا اما واسع في ضيق بس. يعني هتلاقوني اهو ده كده غلط. هنا واسع في ضيق في واسع، واخدها بنفس السلاسه. هتلاقي العربيه قريب، كل ما تكون قريبه في الاخر احسن. في الاول تبقى بعيد. تمام. في الاوردرات بيبقى ليها داخله وخارجه، مش زي ما بنمشي في الشارع. برضو الموضوع بيبقى حاجه مترتبه على حاجه. زي الغرز، انت بتقعد في الغرز ترتب حاجه ورا حاجه، غرزه 2 3، ما بترتبش غرزه واحده بس قدامك، لا ده انت بترتب 3 4 غرز قدامك. ولو دي هعمل كذا ولو هعمل كذا. هنعمل الدونتس هنا زي ما قلنا، نلف اللفه اللي انا شرحتها دي
والحته دي زي كاسر سرعه كده بعدي ما بينهم، وباجي اقف هنا في قمع ما بخبطوش وما بعدهوش، بقف عنده وبعد كده بطلع من جنبه ارجع اقف في المكان المفروض هتلاقوا في ناس بتوجهكم ليه عشان تاخدوا دوركم تاني. طيب الناس يا ريت كلها تلتزم ان هي لما تخلص تراكها ما دام خلصت هنا الفينش مش محتاج اعمل اي حاجه، ولا اجري بقى ولا فرامل جامد ولا ليه، عشان حاجات كتيره. او ممكن الواحد يبقى ماشي مش واخد باله، عربيه تانية جايه في وشك انت مش واخد بالك، ما ينفعش. خلصت الفينش ما بعملش حاجه، انا باكد تاني عشان ده سيفتي ما فيهاش كلام. اللي هيعمل كده بصراحه هيتسبب اللي هو ما يبقاش موجود في وسطينا. تمام. بخلص هنا الاقي ناس بتوجهني ان انا اقف في الصف تاني في البارك فيرمي. ده البارك فيرمي ده اللي هو الباركنج بتاعكم اللي بتاخدوا فيه الدور بتاعكم. في ناس هنا يا ريت تبقى متعاونين معاهم اللي هم اغلبهم كلهم لابسين تيشيرت الفريق، دي الناس اللي هتورينا احنا نقف فين وهننزل امتى وتفاصيلنا كلها معاهم، غير اللي في حد تاني لما نبتدي التدريب هيبقى بيحسب لنا طيب. خلاص كده يلا بينا نطلع على العربيات. معاكم كل من هو لابس تيشيرت الفريق هيبتدي يبلغكم بالاوردر.